بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا مساء الهنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المحشية من غير ما نسلقها، وبطريقة تحفة جدا وبتتبيلة روعة وشكل مميز وتقديمة لطيفة كده. وشايفين معايا ما شاء الله تبارك الرحمن بتدوب ازاي، والرز جواها مستوي ومفلفل، وفي نفس الوقت كمان الرز اللي مقدمينه معاها طعمه حلو جدا ومفلفل كل حبة بحبتها، وشكلها شاهي ويفتح النفس. ويلا مع بعض نسمي بالله وندخل نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا فرخة كده حجمها صغير مش كبيرة قوي، وعندي حبة طماطم وحبة بصل ونص قرن فلفل حامي. هضربهم في الكبة ضرب ناعم كده، علشان دول هعمل بيهم تتبيلة حلوة للفرخة بتاعتي، علشان تبقى طعمها مميز وفيها نكهات كده، تتبيلة حلوة مش تبقى طعمها مش مميز كده، لا احنا عايزينها طعمها حلو وفيها توابل كده وطعمها لذيذ. هبتدي بقى انزل على الخضار اللي انا فرمته ده، البصله والطماطم والفلفل، بنص معلقه من الفلفل الاسود وهيل باودر، وكمان نص معلقه من الملح. ابتدي بقى اجيب الفرخه بتاعتي الاموره اللي انا غسلتها دي ونقعتها في ليمون وخل، وسلكت كده تحت الجلد كده بالمعلقه او بايدك على حسب ما بتعرفي. واجيب التتبيله بتاعتي الحلوه دي، اتبل بيها تحت الجلد كده اللي انا سلكته، علشان الفرخه بتاعتي تبقى متبله وطعمها خطير كده ولذيذه. واتبل بقى جسمها من بره والبطن من جوه، عشان تبقى التتبيله بتاعتي واضحه في اللحم كده وطعمه مميز وجميل. خلاص احنا كده تبلنا الفرخه بتاعتنا، هنسيبها بقى معانا في التتبيله دي ما يقلش مثلا عن نص ساعه، لو تقدري تعمليها قبلها بساعتين يكون افضل. هنحضر الرز بقى اللي هنحشي بيه الفرخة. اول حاجة طبعا هنجيب بصلاية كبيرة كده او بصلتين متوسطين، ونفرمهم كويس وننزل بيهم على معلقتين من الزيت، نفضل نشوح فيهم لحد ما ياخدوا اللون بتاعنا، اللون البني. ونبتدي بقى ايه، نفضل نقلب فيهم كده علشان ما يتحرقش. وعندي بقى الكبد والقوانص، بالكبده والقناصه بتاعه الفرخه مقطعاهم قطع صغيره كده. هركن البصل في جنب وابتدي اشوحهم الاول، وبعد كده اكمل تسويتهم مع بعض كده مع البصل لحد ما ياخد اللون البني الجميل. افضل برضو اشوح فيه كده لحد ما يوصل للدرجة اللي انا عايزاها. في المرحلة دي بقى هنزل بالتوابل علشان اشم ريحتها الجميلة، ورقة من اللورة كده وملح وفلفل، وكمان معايا رشة من القرفة ورشة من جوز الطيب، بتبقى تحفة جدا في الحشو بتاع الفراخ او حشو الحمام، اي حاجة محشية. وابتدي بقى انزل بالرز بتاعي المغسول منقوع كده حوالي ربع ساعة، اصفيه كويس، وانزل بقى على البصل والكبد والقوانص، واقلبهم كام تقليبه كده مع بعض لحد الرز بتاعي ما يتشمع. وانزل بقى بعقد الرز بتاعي، العقد الطبيعي جدا للرز، يعني معيار الرز بياخد معايا معيار ونص، الرز المصري. وابتدي اغطي عليه، وبعد حوالي 10 دقايق بديله تقليبه كده لحد ما يتشرب المية بتاعته. اول ما يتشرب المية ابتدي بقى افتح عليه كده، واخد منه جزء كده اللي هحشي بيه الفرخة، تمام. والباقي بقى اهدي عليه النار يستوي بقى السوى الكامل بتاعه. يعني انا اخدت دلوقتي الرز اللي هحشي بيه نص سوا، تمام. هسيبه يبرد خالص قبل ما احشي الفرخة بتاعتي، وابتدي بقى انزل التتبيلة اللي انا كنت عاملاها على الفرخة دي، علشان يبقى شكلها لطيف كده، متبقاش مليانة ايه بصل وطماطم وقت التقديم. اجيب الرز بتاعي بقى اللي هو بتاع الخلطة ده بعد ما برد شوية، ابتدي بقى اجيب المعلقة بتاعتي كده واحشي تحت الجلد اللي انا متبلاه وجميل كده، واوزع الرز لحد رقبة الفرخة كده، بس ما ملهاش قوي وما اكتمهاش عشان خاطر الجلد ما يفرقعش معايا وقت التسوية. وابتدي اعبي الفرخة كمان من جوه، بس برضو ما حاولش اي تكون مليانة قوي. وفي نفس الوقت اجيب بقى الرجل كده ادخلها في الفتحة، والرجل التانية ادخلها تحت الرجل الاولانية، واجيب الجناحات الفها لورا كده عشان تديني شكل حلو كده وقت ما الفرخة تستوي، واقدر اقدمها بشكل كويس ومميز. النهاردة انا هسوي الفراخ بتاعتي مش هسلقها خالص، علشان عايزة طعمها مميز وباين فيها التتبيلة بتاعتها. جبت كيس حراري، حطيت فيه معلقة من الزيت، وزعتها كويس كده بحيث ان الفراخ بتاعتي جلدها ما يلزقش في الكيس الحراري. وممكن كمان تحطي معلقة من الدقيق، بس انا بفضل الزيت طبعا.
بيخليها متلزقش وتبقى حلوة. وعندي بقى الرباط بتاع الكيس كده، بعد ما فرغت الهواء من الكيس بتاعي ابتديت بقى اربط الكيس كويس جدا بالرباط بتاعه. وجبت الصينيه بايركس كده او اي صينيه بتدخل معايا الفرن بدون اي ميه او حاجه، هحطها في الصينيه ناشفه زي ما هي. بس في خطوه مهمه جدا لازم اعملها، وهي ان انا لازم اعمل كام فتحه كده في الكيس بتاعي، 3 4 فتحات، علشان خاطر لما ادخله الفرن ما يفرقعش معايا ويعمل اي مشكله. ودي خطوة مهمة جدا. بعد ما حطيت الفراخ بتاعي في الفرن على اعلى درجة 200، طلعت معايا بعد ساعة ونص، لان حجم الفرخة بتاعي مش كبير، تقريبا ساعة وربع كمان. استوت ما شاء الله تبارك الرحمن. قبل ما افتح الكيس كده عملت لها تيست بخلة الشيش من عند الورك كده ومن عند الفخاد، لقيتها استوت قبل ما افتح الكيس، عشان لو ما استوتش ادخلها الفرن تاني. فتبارك الرحمن لقيتها استوت معايا. فتحت الكيس زي ما احنا شايفين، ونخلي بالنا واحنا بنفتح الكيس عشان ضغط البخار بيبقى صعب جدا. وكمان اختبرتها مرة تانية بخلة الشيش زي ما احنا شايفين كده قبل ما اقدمها. ما شاء الله طالعه متحمره وزي الفل. ابتدي بقى اغرف الرز بتاعي لدن وبقى زي الفل كده زي ما احنا شايفين، الحبه بحبتها، لونه تحفه جدا، مش حاطه له اي حاجه ولا مكرمله سكر ولا اي حاجه، لونه كده كويس جدا. ودي الفرخه بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن، طالعه متحمره بدون ما احط لها اي حاجه، هي بتتحمر لوحدها كده. هاخد بس من الصوص اللي نازل من الفرخة كده، اللي هو بيبقى كله دسم، ده جميل. لمع صدر الفرخة كده شايفين معايا تبارك الرحمن. وابتدي اجرنشها كده بوردة من الطماطم، وكام حلقة كده ترانشات من الفلفل الالوان او فلفل احمر، مع كام ورقة من البقدونس، علشان نكسر اللون كده وتدي شكل جمالي للطبق بتاعنا. وده كان النهاردة الفراخ المحشية بطريقة سهلة جدا بدون سلق، وفيها كل البهارات بتاعتها والأطعمة بتاعتها. ما تعرفيش إذا كانت فراخ مشوية ولا فراخ محشية، كان طعمها خطير. شايفين معايا تبارك الرحمن دايبة كده دوب، واللحم مستوي، وكمان الرز من جوه مفلفل، والرز اللي متقدم معاها تحفة جدا. طريقتها سهلة ومميزة وطعمها حلو جدا، تنفع معاكي في العزايم، تنفع معاكي في أكلك اليومي. جربيها على طريقتي إن شاء الله هتعجبك جدا. بس التزمي بالخطوات، خرمي الكيس ودهنيه زيت، وكمان ما تعبيش صدر الفرخة قوي ولا البطن بتاعها بالرز، علشان تطلع معاكي مميزة وصحتين وهنا. والسلام عليكم ورحمة الله.